ترى بالعين المجردة. ميمون البواب، الاسم الذي يتكرر عند كبار السحرة والمشعوذين في المغرب، ليس مجرد حيوان أسود، بل هو كائن رمزي وطقسي يلعب دورا كبيرا في فتح مجالات روحية خطيرة. في الثقافة الروحانية الشعبية المغربية يصور الجدي الأسود أو المعزة السوداء أو الثور الأسود ككائن مشحون بطاقة غامقة ومظلمة، ويتم تقديمه كأهم القرابين في طقوس استحضار الأرواح الشيطانية. السحرة يتعاملون معه على أنه بواب، أي وسيط طاقي بين العالم المادي الذي نعيش فيه والعوالم الغيبية التي تسكنها كيانات من الجن والشياطين. لكن لماذا بالضبط اللون الأسود؟ ولماذا هذا الحيوان يمثل شيئا أعظم من مجرد ذبيحة؟ الجواب يكمن في فلسفة السحر الأسود التي ترى أن الأسود هو لون الامتصاص، لون الظلال، لون الخفاء والطاقة السلبية الخالصة. فالسحرة يعتقدون أن اللون الأسود يجذب الكيانات الظلمانية، وأن دم الحيوان الأسود يحمل قوة طاقية تسهل عملية الفتح الروحي، خصوصا إذا كان الطقس مصحوبا بعهد دم وتلاوة طلاسم بلغة شيطانية، غالبا ما تكون كلمات غير مفهومة لغير العارفين. وهذا يقودنا إلى أن بافوميت الرمز الشيطاني الذي يوجد في الكثير من الكتب والمخطوطات القديمة. وكم من شخص يرى صورته دون أن يعلم أنه رمز قديم للشياطين والتمرد الروحي. هذا الكيان الذي يصور غالبا برأس ماعز وجسد نصف إنسان ونصف شيطان ليس مجرد تمثال، بل هو رمز فلسفي عميق يمثل تناقضات النور والظلمة، الذكر والأنثى، الخير والشر. في السحر الأسود بافوميت يمثل القوة الروحانية التي تخرج من الفوضى،